السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين أمان مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا النهاردة معاكم من إحدى مزارع محافظة الإسماعيلية في موسم حصاد المانجو، وتتسم محافظة الإسماعيلية بأنها المحافظة على العالم الأولى على العالم في زراعة المانجو وطعم المانجو المختلف عن أي مكان. والنهاردة بقى معانا المانجا الإسماعيلاوي وموسم حصاد المانجا. هنتعرف معانا. السلام عليكم. انا وعليكم السلام. نتعرف بحضرتك. انا خالد ابو جبل. خالد جبل، قول لنا احنا النهارده في محافظه الاسماعيليه، وطبعا موسم حصاد المانجا، وطبعا المانجا يعني الناس كلها بتحب المانجا وبتنتظر الموسم ده من السنه للسنه. السنه دي بقى كلمنا عن المانجا وقول لنا ان كان في كمان العاصفه اللي كانت حصلت اثرت على الموسم بتاع المانجا ده، حقيقي ولا لا؟ في عاصفه جت لنا من 3 شهور في موسم تعليق الحبايه، يعني احنا بيجي لنا فتره 20 يوم كده الحبايه زهره المانجا بتبدا تعلق، فجت لنا رياح شديده وقعت ثمار للمانجا كتير، بس الحمد لله يعني الموسم كويس برضه. او احنا لسه في بدايه موسم حصاد المانجا في اسماعيليه، لسه بادئين يعني. تمام. كلمني بقى عن انواع المانجا، بالنسبه ان في انواع مانجا كتير قوي، وفي كمان يعني خلط بين المانجا اللي هي المستورده واللي بدات تتزرع حديثا في المحافظه او في يعني الجمهوريه عامه، وبين المانجا. كلمنا عن المانجا الاسماعيلاوي وانواع المانجا الاسماعيلاوي. احنا عندنا هنا في المزرعه زي لا يقارب 18 نوع للمانجا. زي اول موسم بيبدا يبشر معانا اللي هو السكر الابيض، ده اول موسم بيبدا يبشر معانا، لسه في البدايه بيبدا الشجره تجيب لها حبايه حبايتين. بعد كده بقى في نص شهر 8 في المنتصف يعني تبدا العويس يبشر معانا، النعومي التومي الصديقه بيبداوا يبشروا معانا صعب، بس اول بشاير هو السكر الابيض. ايه يعني افضل انواع المانجا ايه هو؟ من رايي انا الشخصي السكر الابيض والسكر الاخضر وعشق العويس والفص. الفص طبعا ده لا يعلى عليه. ده العشق. يعني اللي يعرف كمان في الانواع دي اكتر الاسماعيلاويه. وفي معلومه ان هو شجره العويس والفص نفس الشجره. العويس والفص نفس الشجره. نفس الشجره. سبحان الله، مع ان يعني الحجم والطعم مختلف. يعني مثلا الزهره الواحده تطلع لها حبايتين عويس وحبايه فص. عشان كده الفص العويس اغلى من العويس. تمام. طيب، بالنسبه بقى للموسم والحصاد، في حاجه اسمها بيبقى المانجا السقط. تمام. دي بقى بتبقى اول الموسم ولا بتبقى دي ايه؟ وهل نوعها دي بتبقى احلى مانجا بقى اللي هي السقط دي؟ اكيد السقط غير الكمر، يعني المانجا السقط دي اللي هي البشاير بتاعت المانجا، يعني اسماعيليه لسه بادئه الموسم، غير المانجا نازله من شهر ونص في السوق. تمام. المانجا دي بقى المانجا اللي كمر، بيقطفوا المانجا كده خضره، بيقطفوها خضره وبيكمروها، فالمانجا بتنزل السوق تاني يوم الصبح بتبقى صفرا. دي اللي بتتقطف. فولا بيكون ليها ريحه ولا طعم ولا اي حاجه، غير المانجا اللي الحبايه اللي تستوي على الشجره بتقع لوحدها. يعني احنا بنعمل حاجه طبيعيه، يعني بنعمل مرحلتين في اليوم. بنصحى الساعه 6 الصبح قبل العصفور، نصحى قبل العصفور نلم المانجا. بتصحى قبل العصفور؟ لان العصفور ما بنقيش غير احسن حبايه وياكلها. تمام. قبل يعني انت بتصحى عشان العصفور نفسه هو اللي بياكل المانجا. وبنجمع الارض الحب السقط اللي واقع على الارض. تمام. وبعد كده بنروح نخطف الارض، تخطيف الحبايه المستويه اللي على الشجره بنقطفها. تمام. وبرضه في وفود بتجينا بنخليهم يشاركوا معانا. طبعا يعني اكيد بيجي لكم بره مصر او من محافظات مصر يعني كمان في ناس بتيجي من بره مصر عشان تحضر موسم المانجا في الاسماعيليه. بيشاركونا القطف، ويعني وهي يعتبر مانجا الاسماعيليه افضل مانجا في المحافظات. ليه بقى؟ ايه اللي بيميز مانجا الاسماعيليه عن باقي المحافظات؟ التربه بتاعتها. التربه والمناخ. التربه خصبه اصلا، لان المانجا دي اساسها كان محمد علي جابها لنا شتله من الهند. تمام. واول حاجه زرعها في اسماعيليه. فهي دي ميزه مانجا الاسماعيليه. تمام. طبعا احنا في عندك بتبقى يعني بتطلعوا للمزرعه، في ناس بتشتري، وفي كمان ان انتوا بيبقى بتصدروا. احنا المزرعه هنا بتصدر. بتصدر البلاد. تمام. اول حاجه بنعمل الاكتفاء المحلي، اللي هو الناس اللي بتيجي لنا وتشتري وبتاع، وبعد كده بنبدا نصدر. تمام. طيب احنا ممكن كمان تاخدنا جوله كده بين يلا اتفضل. اتفضل. دي بقى شجر، ده انواع ايه يعني الشجر اللي احنا فيه؟ دي سكري. الشجر ده ده سكري ابيض. سكري ابيض. السكري الابيض ده يعني برضو من المانجا الغاليه. لا، ده اول حاجه بتبشر معانا في الموسم. اول الموسم اللي هو ده اول حاجه بتبشر معانا في الموسم.
بص دلوقتي هنشوف النعومي. مانجا النعومي. المانجا المانجا النعومي دي بقى، دي اللي هي دي كلمنا عنها، دي الاستيراد ولا؟ لا يعني دي مش من يعني مش من الارض نفسها؟ لا دي مهجنه. مهجنه جايه من بره. فزرعناها ونجحت في اسماعيليه. تمام. هدخلنا عليها نشوف. يعني ديت الزبده والسكري اول حاجه بتبقى في موسم المانجا. عندنا السكر الابيض اول حاجه بتبشر معانا في المانجا، السكر الابيض. السكري الابيض تمام. نعم. امال بقى الزبده دي امتى؟ عندنا الزبده والصديقه والنعومي والتومي. الانواع دي بتبتدي بتبشر معانا في اول 8. في اول 8 تبدا تشتغل في 15/8. انا شايفه ان دي النعومي اهي. ممكن تشرح لنا، تقرب كده؟ دي شجره النعومي. دي زي ما انت شايفه الحبايه ما نضجتش، يعني لسه كل اللي في السوق ده رش او كمر. لكن دي لسه قدامها كتير. طب المانجا اللي في السوق مغرقه السوق دي ايه؟ دي الصعيد، اول حاجه بتنزل الصعيد. واغلبها بيقطفوا المانجا خضراء زي ما انا قلت لك وبيكمروها. تمام. يعني حتى انت بتعرفي المانجا كمره او ساقط ازاي؟ من ريحتها. من ريحتها. يعني انت لو مسكت حبايه مانجا اسماعيليه. ايوه انا لسه كنت هسالك اقول لك ازاي افرق بين المانجا الحلوه والمانجا اللي هي مكموره. من ريحتها، يعني انت المانجا الاسماعيلاوي لو من على بعد متر بتشم ريحتها. الساقط الفاخر ده حقيقه. من على بعد متر، ولو كلتيها بتعرفيها. عايزك تيجي هنا جنب المانجا دي. بالنسبه للنعومي دي من الحاجات اللي هي بتطلع الاول، يعني احنا عندنا السكري اول حاجه بتطلع. دي النعومي زي ما حضراتكم شايفين، مانجا على الشجر بسم الله ما شاء الله. ودي الصديقه. دي مانجا صديقه. دي اللي الحاجتين اللي هم مهجنين، النوعين المهجنين. دول ومانجا صديقه اهي. تمام. لكن دي دي السكري الابيض. دي انواع السكري بيبقى فيه سكري ممتاز وسكري ابيض، صح كده؟ بالظبط. سكري ممتاز، وفي سكري اخضر وفي سكري ابيض. بس يعتبر اغلب الناس بيحبوا السكر الابيض. السكري الابيض لانه بيكون فيه لحم كتير ومسكر. وفي يعني دايما كمان ممكن ان انا اخزن المانجا زي ما بنقول من السنه للسنه. يعني لو برضو معلومه تخزين المانجا بتبقى عادي، انا ممكن اخزنها زي ما هي. ما ينفعش تخزنها حبايه، يعني ما ينفعش حبايه خضراء واخزنها في الثلاجه فهتدبل. لازم الحبايه تبقى ناضجه اول حاجه، وممكن نخزنها مثلا في فريزر، وممكن الحبايه لو مستويه نقطعها ونحطها في اكياس ونخزنها في الفريزر عادي، ممكن تقعد معانا سنه كمان او سنتين. تمام. يعني انا بتكلم اهو، المانجا واقعه من على الشجر لسه ده بقى السقط صح؟ هي لسه دي اللي لسه حالا واقعه اهي. يعني واحنا بنتكلم ما شاء الله طبعا شايفين شكل المانجا الاسماعيلاوي، يعني من افضل انواع المانجا في العالم كله. دي سقط لسه واقعه اهي، دي مانجا هي سقط بتبقى زي العسل. طيب الماده الصبغيه اللي هي فيها دي ماده محرقه، يعني اللي ياكلها مثلا يعني صح ولا لا؟ اقول لك برضه، انت قلت لي على فرق كويس. المانجا الكامره او المرشوشه بيكون القمع ده ناشف. لو كامره او مرشوشه ده بيكون القمع ده ناشف. ناشف خالص، فتعرفي ان المانجا دي مش ساقط. لكن شوفي احنا لسه الحبايه واقعه، لسه واقعه حالا واحنا بنتكلم. تمام. بصي لسه الماده الصبغيه والقمع اخضر. تمام. فده الفرق دي الفرق بين المانجا الكامره او المانجا الساقط. انت تديني دي بقى. اتفضلي. اتفضلي. تمام. يعني دلوقتي طيب، يعني موسم الحصاد بقى بينتهي من على الشجر امتى؟ لا هو الانواع دي ممكن تقعد معانا فوق ال4 شهور عادي. ممكن تقعد معانا فوق 4 شهور. نخلص الموسم في شهر. احنا ممكن نخلص الموسم في شهر. تبع ايه بقى؟ تبع يعني الاستخدام او تبع الاستهلاك؟ لا مش تبع الاستخدام. لا احنا عشان احنا شغالين اورجانيك سقط بس زي ما انت شايفه. فاحنا بنخلي فانت بتستنى ان هي تنزل طبيعي لوحدها. يعني الحبايه لسه خضراء، فالحبايه دي لسه صغيره، لسه قدامها كتير. ودي كبيره، يعني مثلا دي قدامها 15 يوم. تمام. فاحنا بنستنى الحبايه دي تسقط لوحدها والحبايه دي تكبر وتسقط لوحدها، شغالين طبيعي مش بنكمر ولا. تمام. فده الفرق. طبعا النهارده معاكم من محافظه الاسماعيليه، واحدى المزارع المتواجده في محافظه الاسماعيليه، وبدا رسميا حصاد موسم المانجا في محافظه الاسماعيليه، ومن المحافظات اللي بتتسم بتربه يعني مميزه وغير في اي مكان في مستوى المحافظات.
عن المحافظات الاخرى وعن زراعه فاكهه المانجو. العشاق طبعا الناس كلها بتعشق فاكهه المانجو. وطبعا زي ما حضراتكم في البث طبعا وضحنا انواع المانجا، وكمان القينا الضوء على المانجا المهجنه يعني بقى لها حوالي سنتين تقريبا النعومي صح؟ بقى لها حوالي سنتين داخله على لا المانجا النعومي يعني اللي بقى لها في مصر مهجنه 5 سنين. بقى لها في مصر 5 سنين. تمام. لكن طبعا احنا انواعنا المعروفه العويس والفص والزبده يعني انواع كتيره قوي. وشجر هنا المزرعه حريصه على ان يعني بتبقى مش مستعجلين على ان هم بياخدوا المانجا زي ما حضراتكم برضو وضحنا، لان طريقه غش المانجا بتختلف، فحته الكمر بتاع المانجا ورشها. لكن احنا هنا بنستنى لما المانجا لوحدها ان هي بتسقط من الشجر وبيتم بيعها عن طريق المزرعه وعن طريق الاسواق وعن طريق الوفود اللي بيجوا لنا. تمام. بنخليهم يقطفوا المانجا مستويه بنفسهم امسك دي كده. تمام. يعني احنا بيجي لنا وفود من بره مصر ومن جوه مصر بيشاركونا. النهارده كان في وفد كان مشارك معانا في حصاد المانجا الظهر، وطلعنا مع بعض حصدنا المانجا من على الشجر ومن تحت الشجر مع بعض. ان يعني دي بتبقى متعه بقى، متعه في حد يعني احنا لسه لاقيين حبايه وقعت صوت لوحدها. لو كانها هتكون لها طعم غير الحبايه اللي بنشتريها. طعم مختلف، حبايه طازه. ده بقى الفرق بين هنا وبين اي مكان. المكان استجمام كمان انا شايفاه، وان انت بتبقى حاجه كمان من هنا ان الموضوع سياحه علاجيه، ان انت بتيجي حتى منظر الخضار قدام عينيك. احنا هنا محافظه الاسماعيليه بتتميز بمسطحات خضراء كتير قوي، ويعني العشاق المانجا موسم الحصاد بدأ، ويلا تعالوا محافظه الاسماعيليه علشان تاكلوا احلى مانجا. كنا معاكم اوان مصر من محافظه الاسماعيليه. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.